كلتوا حواوشي سي فود قبل كده؟ ومن احب الريفيوهات لقلبي ريفيوهات السي فود، ومن الاماكن اللي انا بثق فيها في السي فود مطعم لاكوتشينا، وبيعجبني فيهم ان هم كل شويه يطلعوا لنا باختراع. وانا دي اول مره في الكويت اشوف حد بيعمل حواوشي سي فود. سعر رغيف الحواوشي بدينار وربع، وكمان في منه معون وسعره 3 دينار ونص، والرغيف كان مليان والخلطه اللي عاملينها جامده جدا. لا الاختراع ده يكسب ويغطي على اللحمه كمان. جربت كمان من هناك وجبه بيكا، ودي بتبقى عباره عن سمك فيليه وروبيان وصبة مقلي ومعاهم بطاطس. واحلى حاجه في لاكوتشينا ان الحاجات عندهم فريش والتتبيله بتاعتهم حكايه. ومن الريفيو اللي فات انا كان عاجبني الجبجب المخلي اللي بالجبنه، فاكيد طلبته، ودي من الحاجات اللي لازم تجربوها هناك. كمان طلبت ملوخيه بالجمبري وهم بيعملوها هناك زي ما الكتاب بيقول، وكان لازم ودن القطه ونديها. روبيان والجباجب والاسماك واي حاجه بيستخدموها هناك فريش، ولو اسماك مستورده ما بتقعدش عندهم هناك كتير، زي سمكه السباس اللي معموله سنجاري قدامكم. وانا من المره اللي فاتت اصلا معجب بخلطه السنجاري عندهم. وعندهم كمان الروبيان المشوي هناك حكايه، وعلشان هم شويهم كويس فتلاقي الروبيانه بتتقشر بسهوله.